يعني ايه طلسم؟ ويعني ايه تعويذة؟ وايه هي العزيمة؟ وازاي السحر اتطور؟ وازاي السحر بقى يقدر يأذي الانسان؟ ومين كان السبب في ظهور السحر للجن وللبشر؟ وايه الطريقة اللي يقدر بيها الانسان ان يحمي نفسه من السحر؟ عايزك تركز لان النهارده في عظمة. زي ما في مننا عارف ان بداية السحر كانت في عالم الجن مش في عالم البشر، وان الجن استخدم السحر عشان يتغلبوا على بعض في الحروب اللي ما بينهم. والسحر اخترعوه 2 من الجن بمعادلة بسيطة واشتغلوا عليها ونجحت وجابت نتيجة، ومع الوقت اتفهمت من اهل الجن وكل الجن قدر يسيطر عليها ويحلها، لحد ما ظهر 2 تاني انضموا ال2 الاولانيين واقترحوا اقتراح غير مفهوم السحر، وقالوا ليه ما نشفرش المعادلات بتاعتنا عشان ما فيش اي حد يفهمها. ومن هنا تم بناء اول طلسم، والسحر بدأ ياخد مكانة اقوى في عالم الجن، لكن لسه النتيجة اللي هم عايزينها ما اتحققتش. هنا اقترح واحد من المؤسسين ال4 بربط الطلاسم للسحر، وهيحصل كالتالي: اللي هيقدر يرسم الطلسم هيقدر يتبادل قوته مع ال4 شياطين، فبالتالي الطلسم ممكن يضم قوى ال4 شياطين مش شيطان واحد. ومن هنا خريطة السحر اتغيرت، وكان من شروط ال4 شياطين للمساعدة هي القرابين والأضاحي. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان ده كان بيزيدهم قوة في عالم الجن، لحد ما اخترعوا طريقة تانية، وهي ان الحلفاء اللي معاهم يخدموا على السحر مقابل انهم ياخدوا جزء من القوة لل4 شياطين. ومن هنا مجتمع السحر بدأ يكبر وبدأ يظهر فيه وظائف جديدة وخد شكله منظم اكتر. هشرح لكم بالتفصيل طريقة التطور دي وازاي الموضوع مشي معاهم. القبائل اللي كانت متحالفة مع الشياطين ال4 كان في منهم خدام ما بيشتغلوش كويس. هنا الشياطين ال4 عملوا وظيفة الإشراف على السحر، ودول كانت مهمتهم انهم يشوفوا الخدام شغالين مع ال4 شياطين بالطريقة الصح ولا لا. ومع النظام بدأ السحر قوته تزيد وخلق عالم جديد في عالم الجن، زي ملوك ال7 والأعمدة ال4 والأقطاب ال4، وكل واحد من دول ليه مستوى وليه خدمات بيقدمها. وطبعا كل ده مقابل في القرابين اللي بتتقدم له. ولازم تعرفوا معلومة ان ملوك ال7 كان تحتيهم حملة العهود، ودول كانوا بيشرفوا على منفذين السحر ومشرفين السحر. وعدى وقت كبير على النظام ده، والسحر كان بينتشر وبيزيد لدرجة ان 80% من عالم الجن بقوا تحت سيطرة ال4 شياطين والملوك ال7. لكن فجأة ظهر الموحدين ورفضوا الانصياع لأوامر ملوك ال7 وال4 شياطين، وبعد مناوشات دارت الحرب ما بين السحرة والموحدين، وكانت حروب قوية جدا، واللي قدر يهزم التاني الموحدين لانهم كانوا الاكتر والاقوى، ولان كمان السحر ما كانش بيأثر فيهم تأثير قوي، كان تأثير لحظي، وده عزز قوتهم في المعركة. والملوك والسحرة نسيوا يعني ايه معارك، لان كل اعتمادهم كان على السحر. وبعد معارك كبيرة كلا الطرفين خسر، وابو الجن حاول يتدخل عشان يحل الصراع اللي كان ما بين السحرة والموحدين، لكن السحرة رفضوا وفضلوا يحاربوا، والاب كان شايف الحفاظ على الموحدين اهم من حرب السحر. وهنا نفخ البوق الاخير لتجميع الموحدين وانتقل بيهم لارض جديده، وبامر الله سبحانه وتعالى نزلت الملائكه للارض وحاربت السحره وابادت منهم كتير، واللي هرب منهم راح الاماكن المهجوره زي الجبال وقاع المحيطات. لكن انا هقول لك ايه اللي حصل بالظبط في حرب الملائكه مع الجن. نزل جيش من الملائكه بامر ربنا سبحانه وتعالى لوقف سفك الدماء وتطهير الارض من المفسدين، وقوه الملائكه كانت عظيمه. ضربه واحده من ملاك واحد كانت بتقضي على آلاف من الجن، وبالرغم من التفوق العددي لأهل الجن ما كانش فيه أي إصابة واحدة لأي ملاك. واستمر الجن صامت في الحرب لشوية أسباب، أولهم الخوف من المؤسسين والعهود اللي ربطهم مع بعض، تانيهم إن الجن عنده الموت شرف وعزة بخلاف الهرب، وده كان سبب في إبادة عدد كبير من الجن، لحد ما أيقنوا تماما إن المعركة بيخسروها وبدأوا يهربوا، واتفكك جيش الجن في المعركة، وكل فصيل خد اتجاه وانتشر في الجبال والأماكن المهجورة وقاع المحيطات والجزر. والملائكة قعدت تطاردهم لحد ما مسكت أسرى، وكان عدد كبير من الشياطين واتحبسوا في السماء. وكان في واحد فيهم اسمه عزازيل أو نائل، كان بيشوف الملائكة بتعبد ربنا فتأثر بعبادتهم وبدأ يقلدهم وبقى يعبد ربنا زيهم، وهنا بقى زيه زي الملائكة في العبادة بيعبدوا ربنا مع بعض. وعايز أقول لكم من شدة عبادة ربنا
سموه طاووس الملائكة، وده لأنه كان بيعبد ربنا أجمل عبادة. وخلي بالك هو الوحيد اللي كان بيعبد ربنا بمزاجه، لأن الملائكة كلهم بيعبدوا ربنا بأمره ومفيش عصيان، لكن الجن في إيده يعبد أو يعصي. لكن عزازيل اختار إنه يعبد ربنا ويقرب منه. وسر التحول لعزازيل لما آدم اتخلق، لأن إبليس كان قريب قوي من ربنا بسبب عبادته، وتعشم إن هو يكون الخليفة الجديد في الأرض من بعد حرب الملائكة والشياطين. فلما اتفاجئ إن ربنا خلق حد جديد ونفخ من روحه فيه، وكمان أمرهم كلهم إنهم يسجدوا وتكون القبلة على سيدنا آدم، فكل الملائكة استجابت وسجدوا ما عدا إبليس، فضل مكانه ورفض السجود. ولما ربنا سبحانه وتعالى عاتبه وقال له أنت ليه ما سجدتش، إبليس بدأ يقول مبررات ملاش علاقة بالموضوع، زي إزاي أسجد له وأنا أحسن منه، أنا من نار وهو من طينة. والعجيبة ما كانش هو ده المقياس، لأن ربنا ما قالش مين أحسن من مين. ربنا أمر إبليس بالسجود وبس. وبعد العتاب وبعد تصميم إبليس على عناده العصيان، قرر ربنا سبحانه وتعالى إنه يطرده من رحمته. وبناء عليه بدل ما إبليس يحس إنه ضيع نفسه بعناده وعصيانه ويطلب من ربنا المغفرة، لا، كمل عناده، كمل في عناده للنهاية. قال له أنا هعيش العمر كله أغوي آدم وأولاده عشان يخشوا النار، فيما معناه مش هخش النار لوحدي، واللي أنت فضلته عني هدخله معايا النار عشان أثبت لك إنه ما كانش يستحق المكانة دي. ولما جه وقت إنه يدعي ربنا بطلب أخير، ما كانش الطلب ده المغفرة أو التوبة، طلب من ربنا إنه ما يموتش ويفضل عايش لحد يوم القيامة عشان يضمن إنه يغوي آدم وأولاده لحد يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى وافق على الطلب بتاعه. ومن هنا بدأت العداوة الأبدية بين ذرية إبليس وذرية آدم، اللي استمرت وهتفضل مستمرة ليوم الدين. ولما إبليس نزل من السماء جمع علوم السحر كلها اللي موجودة في الأرض، وخلط بين علوم سحر السماء والأرض، وهنا خلق سحر جديد اسمه سحر الشياطين، وده اللي علمه للبشر بعد كده. نرجع تاني لعالم الجن ونشوف بعد التهجين ايه اللي حصل، وازاي السحر فضل بين اهل الجن وما انتهاش. عرفنا ان في واحد من العفاريت قبل ووافق انه يعمل قبيله مهجنه بين العفاريت وما بين الاجناس الاخرى، والعفريت ده جمع علوم السحر اللي كانت مع بواقي القبائل اللي كانت بتخدم على السحر، ده غير علوم السحر اللي كانت مع القبائل المشرفه على السحر، واستخدم العلوم دي في التجارب بتاعته لتهجين الجن. ومن ضمن التجارب تهجين الجن بالوحوش، بيهجن الجن مع الوحوش، وقدر يخرج صفات جديدة. وعن طريق تجاربه وصل لطريقة تخليه يقدر يعيش في صورة إنسان مع إنه عفريت، لكن قدر يتجسد في صورة بشر، ودي كانت من أهم صفاته. لكن عزز صفاته بالسحر، وفي نفس الوقت كان في قبائل من حملة العهود ومشرفين السحر كان عندهم كتب من اللي كانوا شغالين عليها، وكملوا في نوع السحر اللي كانوا شغالين بيه زمان، وبدأوا يتطوروا لحد ما وصلوا لسحر من نوع خاص اسمه سحر الجن، بخلاف سحر الشياطين. لكن السحر المرة دي بأسماء ملوك القبائل، مش زي سحر الشياطين بأسماء المؤسسين الأربعة أو ملوك السبعة، وكل واحد بدأ يكون المجتمع بتاعه على حسب علم السحر اللي عنده وعلى حسب الكتب اللي توارثها من القبيلة بتاعته. والجن بقى عنده سحر زي سحر الشياطين، الشياطين بقت قوة والجن بقى قوة. لكن لما ظهر البشر كان لسه السحر مقتصر على الشياطين والجن بس، وهنا فكروا ازاي ينقلوا السحر للبشر، لحد ما ابليس نجح في انه يقنع قابيل يقتل هابيل، ودي كانت فرصه هايله قوي ليهم. والمفاجاه ان البشر كان عندهم قدره خاصه في استخدام السحر، وطوروا جميع انواع السحر وخلوها بتاثر في الجن والانس، وقدروا يضيفوا اضافات جديده عن طريق كلام يخلي السحر يتنفس في وقته. واخترعوا حاجه جديده اسمها عزيمه، يقدروا بيها يستدعوا اي جن في اي وقت وفي اي مكان. هنا الجن خاف من البشر وعرف ان اداله سلاح يقدر بيه في اي وقت يتحكم فيه مش العكس، هنا غيروا الخطه، وكان لازم يكون في عهد ما بين البشر والشياطين والجن، والبشر ساعدوا الشياطين والجن ان قوتهم تزيد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عشان البشر كانوا بيقدموا قرابين باساميهم، وهنا بدات الوظائف القديمه ترجع من تاني بس للبشر. ولازم نكون عارفين ان الجن عنده خبره اكبر بكتير من الموجودة عند البشر. الجن كان بيورط البشر في عهود وقرابين على المدى الطويل، وطبعا البشر ما كانوش يقدروا ينفذوا العهود دي، وبكده هيكونوا عبيد عند الجن لفترات طويلة. مع قوة الجن والشياطين والعهود الجديدة بدأت وظائف جديدة تظهر زي الأعمدة الأربعة والأقطاب الأربعة من البشر،
ودي كانت أهم وظائف السحر في العصر الحالي. ومن هنا قدر السحر يسيطر على أهل الأرض. ومع نزول الأنبياء والرسل اكتشف السحرة إن سحرهم ضعيف، ما بيأثرش على الموحدين ولا حتى المؤمنين. ومع رسالة سيدنا سليمان عليه السلام جمع كل كتب السحر وعدمها، وطرد السحرة في كل أنحاء الأرض وكان بيعدمهم. وبعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام في ناس قالت إن ابن داود ساحر، وبسبب المقولة دي ربنا أنزل الملكين هاروت وماروت، نزلهم في بابل عشان يظهر براءة سيدنا سليمان عليه السلام. وفي ناس اتعلموا من الملاكين دول السحر مع انهم ما علموش السحر لحد قبل كده، الا لما كانوا بيقولوا في الاول ان السحر ده كفر بالله، وان ربنا اذن بيه عشان يكون فتنه للناس واختبار ليهم، وان احنا بنعلمه عشان تحذر منه وتحمي نفسك منه، مش عشان تستخدمه. لكن للاسف ابليس قدر يسيطر على كتير من الناس وقدر يخليهم يستخدموا السحر ده ويأذي بيهم ناس تانية. مش بس كده، دول كمان خلطوه بعلوم السحر اللي هم كانوا عارفينها، وخرجوا نوع جديد من السحر ليه صفات جديدة، وبرضه ما كانش بيأثر على الموحدين ولا المؤمنين، إلا إذا قدر الله للمؤمن إنه يتصاب بالسحر، فبيكون ليه اختبار أو ابتلاء. وفي كل الأديان السماوية عرفنا إزاي نحمي نفسنا من السحر. لو محتاجين تعرفوا بقية القصة اعملوا شير ومتابعة.